السلام عليكم. الكونغرس الأمريكي يقر قانونا لمواجهة ما أسماه إتجار بشار الأسد بالكبتاغون، فقد اعتبرت سوريا أكبر مصدر لحبوب الكبتاغون في الشرق الأوسط، وقد تضمن المشروع الذي أقره الكونغرس قانونا لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها المرتبطة بالنظام السوري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة وكل من إدارة مكافحة المخدرات ومكتب المخابرات الوطنية والوكالات الفيدرالية الأخرى تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات الأسد. ومن هذه البنود تدريب حرس الحدود الأردني على مكافحة المخدرات وتهريبها، والقيام بحملة إعلامية لزيادة الوعي ومدى ارتباط الأسد بتجارة المخدرات، وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات حول كمية المخدرات وشبكاتها، وتقييم قدرة الدول المحيطة بسوريا في مكافحة المخدرات. أي أن القانون سيركز على كيفية منع نظام الأسد من تهريب المخدرات.